هذا السؤال المتكرر يا أستاذ محمد. اللوكاليزيشن يا أستاذ محمد، الفارق ما بين اللوكاليزيشن والترجمة يا أستاذ محمد يا عادل بيه. فتلاقي الإجابات بقى من نوعية إيه؟ إن الفارق بين الترجمة واللوكاليزيشن إن عملية التوطين التي تقوم على كلام كتير باللغة العربية، في الآخر الناس مش فاهمة يعني إيه توطين أصلا أساسا. يعني هو أنا داخل المجال إيه توطين؟ جاي من الوطنية ولا جاي من إيه بالظبط، ولا هو الكلام على إيه؟ بص، عايز تشتغل شغل بيزنس محترم في مجال الترجمة لازم تفهم يعني ايه لوكاليزيشن. جاي من لوكال، اللغة المحلية او اللهجة المحلية. لوكاليزيشن هي سهلة اهي، تمام. بس عايز تعرف بقى الربط يجي ازاي بأمثلة خفيفة تفهم منها الموضوع. تعالى بقى ايه نشوف الحلقة دي مع بعض. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب سؤال اللوكاليزيشن، ايه هي بقى اللوكاليزيشن؟ بقى نعمل ايه بقى في اللوكاليزيشن؟ نشتغل بيه بره ازاي؟ زي ما بقول لك، يعني نفسي احط لك تعريف بس خليني هبسطها لك. فكرة وما فيها ان انت تعمل عملية ترجمة عادية جدا، مثلا يا سيدي من انجليزي لعربي، لكن الفكرة النص العربي اللي انت بتطلعه تراعي فيه انت بتكلم مين، انهي جمهور. بمعنى اهل الجزائر بيتكلموا لكنة في العربي، اهل المغرب بيتكلموا لكنة، صح ولا مش صح؟ يقول لك دلوقتي السعودية طالعين هم بصاروخ، هم والامارات، فليهم لكنة، ليهم طريقة، ليهم مصطلحات في الكتاب. يا سيدي ابسطها لك بشكل ابسط من كده. احنا حتى في مصر انت هتبص تلاقي المحافظات ليها كده لهجات مختلفة. يعني مثلا تعالى ناخد مثلا ايه الصعيد، اهل الصعيد الكرام طبعا على راسنا من فوق قبل اي حاجة. يقول لك مثلا تشيكن فرخة، صح؟ فالتشيكن احنا بنقولها بالمصري فرخة. طيب اللغة العربية تمام اقولها صح دجاجة. لو كتبت له دجاجة، لو زي ما بقول لك لو الشغل بتاعك في الترجمة موجه لأهل الصعيد، لو كتبت له دجاجة هي غلط، لازم تكتب له فروجة، لازم تقول له فروجة، يبقى كده هي صح. طيب على ما عرفت برضو it's there، مثلا there اللي هي THERE، هناك it's there يعني دي هناك عند البريبي اللي هناك ده. ف it's there مثلا اللي هي هناك، ما تقولوش هناك، تقول هناك زي دكهاتي كده. وهكذا قياسا بقى على المصطلحات بالنوعية دي. الكلام ده موجود في كتاب عايز افتكر اسمه. طيب انا ما افتكرتش اسمه ولا حاجه، انا وقفت الفيديو ورجعت تاني عشان اجيب اسمه. كتاب لهجات العرب، اعتقد لاحمد تيمور باشا. انا كنت بصيت فيه على المعلومات ديت، حاجه اسمها لغه العنعنه بقى، وقبيله طي ليهم لهجه، وتاثير الكلام ده على اللغات العربيه واهل العرب تحديدا يعني. فانا بس حبيت ادي لك مثال يعني في ان انت عندك حتى يعني داخل القطر المصري اكتر من مكان ممكن تبص تلاقي اللهجات مختلفة فيه. يعني الشرقوة طبعا أكيد ممكن في ناس كتيرة جه في بالها الموضوع ده، أنا أكيد مش ههزر عليه في الفيديو. ناس يعني كرام وأفاضل، والشرقية أهل الكرم، الإسكندرانية. مش عايز أقلب الفيديو تحية للشرقية والإسكندرية والكلام ده كله، أنا بس حبيت أوضح لك إيه هو اللوكاليزيشن يعني. طيب نقطة تانية مهمة في الفيديو ده. طيب ده قياسا بقى نعمل ايه في الكلام؟ يعني ده يطبق ازاي اصلا انت عمال تقوله ده كله يعني؟ بص يا سيدي، الفكره وما فيها ان في دايما مراعاه. يعني لما انت بتتعامل فريلانس بيجي لك انستراكشن مثلا من عميل من بره، او انت صاحب شركه ترجمه وانت مدير مشروعات في شركه ترجمه، بيجي لك شغل مثلا ايا ما يكن شغل الترجمه اللي انت بتستلمه، يكون في حاجه اسمها يعني ايه تصنيف في اللغه. يعني اللغه الالمانيه مثلا في منها الالماني بتاع المانيا، وفي الالماني بتاع النمسا. تيجي تبص الصيني تلاقي التراديشنال تشاينيز، وتلاقي المودرن تشاينيز، يعني في التقليديه وفي الحديثه مثلا. فتبص تلاقي ان اللهجه نفسها او اللغه نفسها هي دايما مقسمه. في يعني في مثلا مترجم صيني تبعت له يقدر يشتغل تراديشنال، واحد تاني يشتغل مودرن، وهكذا. فالتصنيف ده هو ده فكره اللوكاليزيشن. طيب نفس القصه بقى، انت ممكن يجي في بالك مصطلحات من يعني اللغة العربية لأهل الإمارات والسعودية وهكذا. طيب عايز أقول لك برضو إن أنت لو عايز تشتغل فريلانس مع شركات الترجمة الأجنبية، لازم تبقى فاهم يعني إيه لوكاليزيشن. ما بقولكش طبقه، مش هتبعت لك
انستراكشنز عنيفه. يعني الانستراكشنز اللي ممكن تتبعت لك اللي يقول لك مثلا انا عايز الكلام ده يعني بالعربي، وراعي بس الكي اس اي، يعني راعي بس المملكه العربيه السعوديه ان المنتج ده او المحتوى ده رايح لهم يعني. فتبتدي ان انت تشوف تعمل حاجه اسمها اللهجه البيضاء، تشتغل بحاجه اسمها اللهجه البيضاء اللي هي اللغه العربيه الفصحى. او مثلا في بعض المصطلحات بتراعى، يعني مثلا زي لبن، هم ما بيقولوش لبن، احنا بنشرب لبن في مصر، بنشرب لبن، هم يقول لك لا حليب، قول حليب. صح ولا مش صح؟ الموبايل هو بيقول لك جوال مثلا، هو بيقول لك جوال، انت بتقول عليه تليفون، صح ولا مش صح؟ تمام. وسبحان الله احنا بنقول على التليفونات كلها تليفونات، ما عدا لو الموبايلات بنقول موبايلات، بنيجي بس الايفون بنقول ايفون، ما بنقولش اصلا ان هو تليفون، انت بتقول ايفون وخلاص على طول. مش عارف ليه ما بنقولش سامسونج على طول، ما بنقولش اي ماركه تانية، وده بنقول ايفون على طول. فبس ده دردشه سريعه عن فكره اللوكاليزيشن، وحاولت اقرب لك الفكره على قد ما اقدر، وافهمك بره لما بيطلبوا ايه وبيقولوا ايه، بيقول لك اللغه العربيه مثلا رايحه لمين، رايحه لفين. ده يا رب يعني المحتوى المره دي يكون خفيف مقبول، ما يكونش تقيل على حد، ولا في تخبيط لاي حد، ولا حد يقول لك انت بتنتقد الصعايده، ولا الناس كلها كرام افاضل على راسنا من فوق. في نهاية الفيديو ما تنسانيش بشير ولايك وتشير المعلومة لو عجبتك، علشان يوصلك كل جديد بإذن الله تعالى، وننتشر ونفيد أكبر قدر ممكن. عايزك تسيب لي في التعليقات برضو لو ليك أي استفسار عن اللوكاليزيشن، عن الترانسليشن، عن الفريلانس، أو أي ما يكن متعلق بمجال الترجمة. شكرا جزيلا. محمد يوسف.